من نص كيلو بتنجان وفلفل هنعمل نوعين من السلطة او المقبلات اساسية جنب اي اكل، فطار غدا او عشاء. المسقعة الارديحي زي ما بنقول عليها او بنقول عليها سلطة الفلفل والبتنجان. اعملها لكم بطريقتين مختلفين بس بصراحة احلى من بعض. لازم تجربوا وترجعوا تقولوا لي في الكومنتات. ما تنسوش بقى اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه، وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني، وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد، وقولوا لي برضو طريقتكم ايه. ويلا بينا. قطعوا البتنجان بالطريقه اللي انتوا تحبوها. بصوا انا قطعتها عشوائي وزي ما تيجي معايا. زي ما قلت لكم هي كانت بتنجانيه تقريبا نص كيلو. عملت منها الطريقتين اللي انتوا شايفينها، والفلفل برضو نفس الطريقه، وهقول لكم كل التريكات والحركات وقولوا لي طريقتكم ايه. انا بحط على البتنجان ملح وبسيبه ينزل الميه بتاعته، بحطه في مصفى وبسيبه يصفي الميه بتاعته. تمام كده. انتوا ممكن تحطوه في ميه، يعني استخدموا البتنجان زي ما انتوا بتحبوا وزي ما انتوا عايزين. بقلب الطريقه العاديه عملته معاكم في القلايه الهوائيه، ارجعوا شوفوا كل تجارب القلايه. تمام كده. بس انا بنفضه من الملح كويس قوي عشان ما يبقاش حادق معاكم. واهم حاجه ما تسيبوش يغمق، يعني طلعوه لونه ذهبي يبقى فاتح شويه عشان ما يبقاش ممرر. كل ما تسيبوه يغمق معاكم هتيجوا تاكلوا البتنجانيه هتلاقوها ممرره كده، مش هتعجبكم خالص. انا هخلص كل الكميه بنفس الشكل زي ما انتوا شايفين. عايزين بقى تحطوه في القلايه، عايزين تحطوه في الفرن، شويته معاكم كمان على الجريل. بصوا عملنا البتنجان بطرق كتيره جدا. ارجعوا شوفوا في القناه ان شاء الله فيها حاجات كتيره جدا تستفادوا منها. الطريقتين بقلي البتنجان عادي، يعني انا هقلي الفلفل بالطريقه العاديه والبتنجان عادي، بس هتشوفوا الفلفل في انا سايباه سليم وفي سايباه متقطع، هتشوفوا معايا دلوقتي يعني. تمام كده. قولوا لي بقى طريقتكم ايه في الفلفل والبتنجان او المسقعه الارديحي. بصوا الفلفل اللي هو السليم بقطعه كده من تحت وبحط فيه ملح. تمام. وفي فلفل تاني انا بقطعه زي ما انتوا شايفين شرايح وبطلع منه البذر بتاعه. هنشوف ده هنعمله بايه وده هنعمله بايه. ده فرق في الفلفل. اما البتنجان عادي كله قليته بالطريقه العاديه. تمام كده. زي ما قلت لكم هتنفع بقى جنب فطار، جنب غدا اللي هو الاكلات الشعبي، جنب عشاء. فطار بقى جنب فول وطعميه، او عشاء جنب فول وطعميه. الناس اللي بتحب الاكلات الشعبيه دي قوي هتعجبهم ان شاء الله. بس انا عايزاكم تقولوا لي انتوا بتعملوه زيي ولا ليكوا طريقه تانية. وانا عملتها على فكره بطريقه تانية برضو، بس الطريقه دي الاساسيه بتاعتنا. تمام كده. انا قليت الفلفل بالطريقه العاديه برضو، ده الفلفل اللي هو المتقطع. تمام. هقليه برضو بالطريقه العاديه خالص. تمام. انا اخدت بقى جزء من البتنجان حطيت عليه الفلفل السليم، وجزء من البتنجان التاني حطيت عليه الفلفل المتقطع. حطيت زيت وعليه فص ثوم مهروس، ودي طماطم مقطعها مكعبات وحط عليها خل. هحمر التومه بس مش قوي، يعني مش هخليها تاخد لون قوي. هتشوفوها دلوقتي معايا. اول ما تبدا تاخد لون هحط عليها الطماطم بالخل. تمام. هو لا بقى ملح ولا فلفل ولا اي بهارات خالص، بس لو انتوا حابين تحطوا ملح او فلفل اسود براحتكم، بس احنا ما بنحطش غير الخل بس. في ناس بتعملها او انا عملتها معاكم قبل كده بالصلصه، بس دي احلى. يعني دي الطماطم المكعبات كمان بتبقى احلى بكتير. اول ما التومه بتاعتي اخدت لون زي ما انتوا شايفين حطيت الطماطم بالخل وهسيبها تتسبك، بس هسيب الطماطم فيها قطع، يعني مش هخليها تتهرس قوي وتتسبك قوي، لا زي ما انتوا شايفين برضو لما اكلها حاسه بطعمها. تمام كده. بصوا هحطها بقى عليها. الريحه هنا كانت خطيره يا جماعه، خطيره. لازم تجربوها وترجعوا تقولوا لي. تمام. قلبتها فيها واغطيها لغايه وقت الاكل. تعالوا نعمل الدقه التانية للوصفه التانية دي بقى. عيش بقى انا بحبها جدا. حطيت زيت وحته تومه. انتوا ممكن تحطوا سمنه او زبده، بس بصراحه يعني هتجلد منكم. هو الزيت خفيف عامه. تمام. بس اللي يريحكم. انا برضو هخلي التومه تصفر. اول ما تبدا تصفر هحط لها طحينه خام يا جماعه، خام من غير نقطه ميه،
واول ما حطيت الطحينه حطيت الخل. تمام، هقلبها تقلبتين وكده تمام معايا وطفيت، يعني ما بخليهاش تغلي ولا اي حاجه، لا مجرد ما بحط الطحينه والخل بطفي على طول. تمام زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بس بصراحة جميلة جدا جدا وخفيفة، انا بحبها. جربوها وارجعوا قولوا لي، لو انتوا عارفينها قولوا لي برضو في الكومنتات. هحط بقى الطحينة اللي احنا عملناها بالثوم على الفلفل والبتنجان وهقلبها كويس، وتعالوا بقى شوفوا الجمال والحلاوة بصوا خطيرة خطيرة. جربوها بقى بالعيش تحفة، زي ما قلت لكم هتنفع جنب فطار، جنب عشاء، جنب غدا. عملتها معاكم قبل كده جنب، كانت غدا شعبي تحفة قوي. طبعا عشان احنا اخر الشهر خلاص، فدي من الاكلات اللي هي ايه بتاعت اخر الشهر، اللي هو بنعمل اي حاجة من التلاجة. بصراحة جميلة. عايزاكم تقولوا لي طريقتكم فيها ايه. تمام كده، وبتعملوها زي بالقطع الطماطم ولا بالصلصه؟ وجربتوا قبل كده اللي بالطحينه ولا لا؟ قولوا لي في الكومنتات. في ناس بتعمل الفلفل لوحده والبتنجان لوحده، بس عادي يعني هو كله في الاخر بيتاكل مع بعضه. خطيره جدا، لازم تجربوا وترجعوا تقولوا لي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.